وانا كجمهور النادي الاهلي الفتره اللي فاتت بقت اللعيبه بتاعه الفرقه بقت معفيه من الضغط للدرجه دي. انت بتتكلم ان لعيبه النادي الاهلي خلاص بقت معفيه من الضغط بالنسبه للجمهور يعني ولا ايه؟ انا ما بقتش فاهم حاجه. يعني انا النهارده الفرقه مع كميه الفرص اللي عماله تضيع خرجت في الاخر بتعادل وخسرت بنطين قدام غزل المحله، وبيراميدز على الجانب التاني خسرت من مودرن سبورت. يعني انت لو كنت كسبت وحققت نتيجه ايجابيه قدام غزل المحله كانت هتعمل فارق بينك وبين بيراميدز كبير، وخصوصا انت الماتش الجاي قصاد بيراميدز. طيب نيجي بقى لحته الهجوم المبالغ فيه اللي على المدير الفني من ساعه ما المباراه بدات، وان كل الناس عماله تطالب ان المدير الفني ده لازم يمشي. طب انت ليه مش بتهاجم اللعيبه اللي عماله اصلا تضيع الفرص، والمدرب اللي خلق لك كل الفرص اللي في المباراه دي، واللعيبه في الاخر ما قدرتش ان هي تسجل لك ولا هدف تقدر انت تكسب بيه المباراه؟ هل لعيبتك دي معفيه من الضغط، او هل لعيبتك دي معفيه من الانتقاد؟ اكيد لا. انت عمال تهاجم في المدير الفني ليه؟ يعني ايه المبرر اللي مخليك واقف ماسك كده عصايه للراجل ده مستني له اي غلطه عشان تلبه بيها؟ ما فيش منطق بيقول كده. انت لو الراجل ده لعب بنفس الشكل اللي لعب بيه قدام مودرن سبورت ونفس الطريقه، كنت بص هبقى متفق معاك مليون في المية، لأن أنت خلاص بتعرف إن كل الفرق هتنزل تركن لك الأتوبيس، وكل الفرق هتفضل تدافع طول ال90 دقيقة قدامك. أنا عملت إيه؟ أنا برمي كل أوراقي الهجومية من أول مباراة، وبهاجم طول المباراة، مش مدي فرصة أصلا لغزل المحله إن هي تطلع من نص ملعبها. أنت متخيل إن أنت طول المباراة شغال بالطريقة دي وشغال بالأسلوب ده؟ طيب انا بقى كمدير فني دور ان انا اصنع لك فرص وكمان انزل ان انا احرز لك اهداف. انت النهارده بتصنع عرضيات، بتصنع فرص من العمق، بتصنع فرص من على الاطراف. هتصنع ايه اكتر من كده؟ بتسدد من خارج المنطقه. طب ايه تاني؟ ايه تاني ممكن المدير الفني ان هو يقدمه للفرقه عشان خاطر ان هي تسجل اهداف؟ يبقى انت كده دورك ان انت اللعيبه دي مش معفيه من الضغط او مش معفيه من الانتقاد. لا، انتقد اللعيبه عندها رؤونه كبيره جدا. انت ازاي تضيع الفرص دي؟ انت ازاي تضيع فرصة زي كده ان انت تفوز على غزل المحلة وتقدر ان انت تسجل 7 بونت من 3 مباريات، بدل ما انت حاليا متعادل مباراتين وكسبان مباراة؟ يعني انت معاك 5 بونت من اصل 9، يعني انت خسرنا 4 بونت في 3 مباريات. ما هو مش منطقي. يبقى انت كده عندك رعونة في اللعيبة. تريزيجيه لسه لعند دلوقتي ما جالناش اصلا. يعني احنا بنلعب من غير تريزيجيه اساسا. انا ما اعرفش هو ايه مشكلته، ما اعرفش ايه اللي حصل له. ده مش اداؤه ولا اي حاجه بيقدمها في الملعب بتدل ان ده تريزيجيه اللي احنا نعرفه. ما اعرفش ايه مشكلته، ولازم يشوف حل فيها ولازم يحلها. بالنسبه لي دكه بدلاء الاهلي كارثه. يعني انا دلوقتي لما الونجاتي بتاعتي اللي هو تريزيجيه وبن شرقي يتعبوا، وارجع واطلع واجيب من بره، ما مفيش غيرهم طاهر وحسين الشحات. ده مش شكل خالص لمنظر وينجين بيلعبوا في النادي الاهلي. يعني الراجل هيعمل ايه؟ يعني هيعمل ايه مع اللعيبه دي لما انا خلاص اللعيبه بتاعتي دي استهلكت خالص؟ طبعا انت بتلعب الساعه 6، فبعد العصر بحوالي ساعه، ساعه ونص او ساعه وربع، فانت بتتكلم في ان الجو برضه بيبقى فيه حراره لسه، ولسه الجو ما بقاش كويس. فطبيعي ان اللعيبه بتاعتك تتعب. هتستعين بقى بدكه البدلاء؟ طب ما فيش حد على دكه البدلاء اصلا يصنع لك الفرق في الحته الهجوميه. ما فيش غير حيالله محمد شريف هو اللي قاعد لك بره بس. فانت ما تشيلش المدرب الليله. الراجل عمل ماتش كويس، ما عملش زي مباراة مودرن سبورت. ما عرفش يتصرف فيها وما عرفش يصنع اصلا فرص فيها، ولا عرف يخلق فرص للعيبة ان هي تقدر تسجل منها. انما المباراة دي انت قدرت تخلق فرص وقدرت تروح على المرمى كتير وضيعت كتير، وجاب كرة في القائم وكرة في العارضة. لا، انت ضيعت بس ما كانش في توفيق وكان في رعونة من اللعيبة. فانت لعيبتك مش معفية من الانتقاد. لازم تنتقد اللعيبة، لازم تشد على اللعيبة عشان المباريات الجاية ما يحصلش نفس اللي حصل ده. انا العن دلوقتي انا كحسين انا متفائل بالمدرب، عايز الراجل ياخد فرصته كاملة. المستوى الفرقة بيعلى من مباراة للتانية. بنشوف كمية الفرص اللي انت بتخلقها في المباراة، مع طبعا عودة امام عاشور وزيزو يتحرر على الطرف، وامام وبن رمضان في القلب، مع وجود بن شرقي الناحيه التانيه. وممكن ان انا اقعد زي تريزيجيه بقى على الدكه شويه عشان خاطر يفوق شويه. لا، شكل الفرقه ممكن يختلف عن كده بكتير.
فانت بتتكلم ان الفرقه لا بتقدم شكل كويس، الفرقه بتلعب كويس في الملعب. اه الوم على الراجل ان هو ما غامرش في المباراه، ممكن الوم عليه في دي، في حته. انما التبديلات هي دي الاوراق المتاحه معاك بره، ما معاكش حاجه تانية. انما الوم عليه ان هو مثلا ما دخلش شريف جنب جراديشار ولعب باتنين مهاجمين، ما دخلش بن شرقي مثلا وجاب حسين الشحات من على الدكه، او طلع زيزو طبعا مثلا على الطرف وخرج بن رمضان عشان بن رمضان معاه انذار. دي اللي ممكن الوم على الراجل فيها، ان هو فعلا ما غامرش وما جازفش ان هو ينزل يلعب باتنين مهاجمين ويزود ويعمل كثافه عدديه جوه الصندوق عشان خاطر يقدر ان هو يحرز هدف. دي اللي انا الوم على الراجل فيها فقط لا غير. انما الراجل كتشكيل لعب بالتشكيل المناسب من اول مباراه، كفرص فرقتك قدرت تخلق فرص كتير في المباراه، بس سوء حظ وسوء توفيق ورعونة من بعض اللعيبة هي اللي أدت بالنتيجة لكده. فأنت لعيبتك مش معفية من الانتقاد، بكررها بالمرة المليون في الفيديو ده، لعيبتك مش معفية من الانتقاد. مش لازم كل مباراة أمسك الخرزانة للمدير الفني وأفضل أنتقد فيه وأفضل ألوم عليه إن هو السبب وإن هو اللي ورا شكل الفرقة وإن هو اللي ورا التعادل. حقك تتضايق، كلنا متضايقين طبعا من البداية ان احنا فرطنا في الاربعة بونت دول، بس انا متفائل باللي جاي، متفائل بالراجل، حاسس ان الراجل هيقدم حاجة كويسة مع الاهلي وهيقدم موسم كويس مع النادي الاهلي. ومش عايزك تنتقد الراجل كتير، مش عايزك تيجي على الراجل كتير. اللي يستاهل الانتقاد بجد في المباراة دي هي لعيبة النادي الاهلي. انا بالنسبة لي الماتش ده 90% تخاذل من اللعيبة، 10% بس من المدرب. المدرب ما كانش عنده حاجة تانية يقدمها لك في المباراة دي. زي ما قلت لك هي الحاجة اللي ممكن تلوم عليه فيها ان انا ارمي مهاجم تاني جنب جراديشار، وان انا ازود الكثافة العددية داخل منطقة الجزاء عشان اقدر اخلق فرص واقدر اغلط المدافعين واقدر ان انا استفاد واحرز هدف اكسب بيه المباراة. غير كده انا مش معاك في اي انتقاد للمدير الفني ولا معاك في اي كلام انت بتلوم المدير الفني عليه. الفرقة كلها بتنزل تدافع قدامك، الفرقة كلها بتنزل تركن الأتوبيس قدامك، والمدير الفني في المباراة دي زي ما قلت لك لا يلام، واللعيبة هي اللي تستاهل انتقاد. اللعيبة محتاجة إن هي تنزل تحت شوية، ما تشوفش نفسك نجم. الأهلي هو رقم واحد، والأهلي هو النجم، والأهلي هو اللي فوق أي حد. انزل لتحت يا حبيبي، ما تفكرش نفسك إن أنت نجم النجوم، إن أنت تقدر تمسك الكورة تعمل كده وكده وكده وتروح لوحدك تجيب جون. لا، أنت بتلعب فرقة جماعية، بتلعب في منظومة، لازم تمشي معاها وتنزل على الأرض شوية وتنزل على أرض الملعب وما تتكبرش على الكورة ولا تتعالى على الفرقة ولا على الكورة. انت بتلعب قدام لعيبة، واللعيبة دي بتنزل تموت نفسها قدامك عشان تثبت ان انت مش احسن منها في حاجة. فانا بلوم على اللعيبة في المباراة دي بشكل كبير جدا، وهي اللي ضيعت الفوز النهاردة في الرعونة بتاعة تضييع الفرص. ده اللي عندي وده وجهة نظري. قول لي وجهة نظرك ايه في التعليقات، ومين السبب الاكبر او تلوم على مين اكتر في الهزيمة النهاردة. زي ما قلت لك انا لوم على اللعيبة اكتر من المدير الفني. قول لي انت رايك ايه، وسلام.